إن جولة المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع الأسبوع الجاري هي ثالث اجتماع على المستوى الوزاري يعقد منذ يناير الماضي في إطار شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة بصفتها حاملة قلم ملف الصحراء داخل مجلس الأمن. دوجاريك أوضح خلال لقائه الصحفي اليومي أن المحادثات شهدت نقاشات معمقة انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2797، واصفا هذا التطور بالمشجع. المتحدث أكد بأن المحادثات ترأسها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء ستيفان دي مستورا برئاسة مشتركة مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز وبدعم من المستشار الرئاسي الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس. يأتي هذا التطور في سياق دينامية سياسية متواصلة وفي ظل تنسيق أممي أمريكي يهدف إلى الدفع بالمسار السياسي إلى مراحل أكثر تقدما انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب وحظيت بدعم دولي. معنا للمزيد حول هذا الموضوع محلل القناة الأستاذ محمد العمراني بخبزة. أهلا وسهلا بك معنا. بداية أستاذ، لو تحدثنا عن دلالات الإطار الذي جرت فيه هذه المحادثات وأيضا عن موقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في سياق جهود التيسير التي تقودها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ قرار مجلس الأمن. إذن الآن المحطة الثالثة في المحادثات يجب أن نحسم في الأمر. لم نصل بعد إلى المفاوضات، لازلنا في إطار المحادثات، وربما هناك دلالات لكثير من المعطيات، منها مكان انعقاد اللقاء هذا في واشنطن، وبالتالي تم الانتقال من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمدريد نحو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعطي إشارة قوية أن الولايات المتحدة الأمريكية لها رغبة أن بوزنها وبحجمها وبإرادتها أن تشرف على هذه المحادثات. ثم الأمر الآخر وهو أن الأمر يتعلق بالحديث عن الأطراف. فبالتالي لاحظنا أن الناطق الرسمي باسم الأمين العام أنه يتحدث عن الأطراف المشاركة، سواء تلك المشرفة على هذا اللقاء أو تلك المشاركة في اللقاء. فيما يخص بالأطراف التي تشرف الآن على اللقاء، نتحدث عن الممثل الخاص أو الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا، ولاحظنا أن دي مستورا في هذه اللقاءات حضوره خاصة على المستوى الإعلامي حتى نقول أنه غائب جدا على مستوى الإعلام، أنه لا يدلي بتصريحات ولا يقدم أي معطيات، وهذا يدل على أن هناك رغبة لدى دي مستورا ألا يشتغل بنفس العقلية التي كان يشتغل فيها في الماضي، والتي لم تكن أو ربما أنها لم تعطي تلك الدينامية المطلوبة. ثم الشخصية الثانية الوازنة وهي ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة مايكل وولز، ونعلم أن هذا شخصية دبلوماسية بشخصية خاصة، بحيث أنه يعتبر من الصقور ويعتبر من البراغماتيين، وهو يعرف جيدا هذا الملف، لأنه لاحظنا مداخلته فيما مضى حول القرار 2797، وأنه هو مكلف بصياغة التوصيات الخاصة أو القرارات الخاصة بالقضية، بالتالي فهو له وزنه وثقله ثم ممثل الرئيس الأمريكي، ونحن نعلم أنه خاض الكثير من مباحثات والمفاوضات مع الأطراف لكي يصل إلى ما وصل إليه الملف الآن. إذن فهذا يعطينا الانطباع أن هذه الأطراف الثلاثة، لأن حتى لا نقول فقط طرفين، لأن صراحة عكس ما قاله دوجاريك أنه الأمر فقط الأمر يتعلق بالأمين بالأمم المتحدة وممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار حتى الثقل السياسي لحضور بولس في هذه اللقاءات. نعم. ثم الشق الثاني وهو الأطراف المشاركة في هذه اللقاءات. الآن الأمور اتضحت بشكل جلي، أصبحنا نتحدث عن 4 أطراف، وخاصة المغرب والجزائر، لأن لاحظنا منذ مدة الجزائر كانت تتهرب من أن تتحمل مسؤوليتها كطرف أساسي في هذا النزاع. الآن
بحكم الحالة وبحكم الوضعية الحالية، فالجزائر بالنسبة لمن يشرف على هذه اللقاءات أن الجزائر هي أساس هذا المشكل، وبالتالي عليها مسؤولية للبحث عن الحل. ثم الأمر الآخر الذي هو مهم جدا في هذا اللقاء، وهو وربما نستشفه من لغة دوجاريك، لأن لغة دوجاريك هي لغة دبلوماسية، ونحن نتحدث عن أعلى شخصية تتكلم دبلوماسيا، لأنه يمثل الأمين العام للأمم المتحدة، فبالتالي أن اللغة أو القاموس المنتقى بشكل دقيق ودقيق جدا، من خلالها نستشف أن اللقاء هو يتم حول موضوع واحد وحول محور واحد، وهو القرار 2797. فحوى القرار أنه يحيل بشكل أساسي لموضوع لمشروع الحكم الذاتي، وبالتالي لا نلاحظ في لغة دوجاريك أي استعمال لمصطلحات أخرى من قبيل الاستفتاء، من قبيل تقرير المصير، من قبيل الخطط السابقة المتعلقة بالتقسيم إلى غير ذلك، بمعنى أن هذه الأمور لم تعد واردة. الأساس الوحيد الآن الذي يتم الحديث عنه في هذه اللقاءات وهو قرار 2797، نعم. ثم القائم على أساس مبادرة الحكم الذاتي. نعم. طيب، سؤالي الآن أستاذ بوخبزة هو عن الأجندة الزمنية لهذه اللقاءات ودلالاتها. يعني نحن نعلم أن كانت هناك جولة من المحادثات التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن، وسبقتها أيضا جولة مدريد. ربما نلاحظ حتى الإعلان عن البرمجة أو الجدولة يتم بشكل سري كبير وكبير جدا، فهذا يدل على أن هناك رغبة في إنجاح هذه اللقاءات والانتقال إلى مستوى متقدم في الموائد المستديرة، لأن هناك أجندة أممية. فالأجندة الأممية هناك تقرير نصف السنوي الذي يتم تقديمه في أبريل المقبل، وبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ما أمكن أن تسرع للخروج على الأقل عند تقديم هذا التقرير، أن يكون هناك تقدم نوعي في حل النزاع المفتعل. ثم هناك أجندة أو برنامج زمني وهو المرتبط بأكتوبر، فبالتالي نعلم أن القرار 2797 كان يتضمن تمديد سند المينورسو، وأن ديميستورا له هذا الحيز الزمني لكي يشتغل بشكل يجعل أن في آخر المطاف أن هذا الأفق الزمني هو الأفق الحصري. ولكن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لها رغبة، هذه الرغبة تظهرها وتبرزها بشكل أساسي من خلال نوعية التواريخ، بحيث أنها هناك تواريخ قريبة جدا ما بين اللقاء الأول والثاني والثالث، ثم أن حتى اللقاءات أنها لا تتم خلال يوم واحد، بل هناك يومين، وربما عندما يقتضي الأمر كما كان الأمر بالنسبة للقاء مدريد يمكن تمديد حتى مدة زمنية للقاء. فهذا يعني أن هناك ضغط زمني بالنسبة للإدارة الأمريكية لاعتبارات متعددة. يجب أن لا ننسى أننا نتعامل مع إدارة ترامب. إدارة ترامب لها خصوصية جعلتها تختلف في الحقيقة مع الإدارات الأمريكية السابقة، وخاصة على مستوى أن الرئيس الأمريكي الآن يسعى إلى أن يكون رجل السلام، وبالتالي أنه يسعى بأن يقوم بحل الكثير للملفات، وخاصة خلال رجنامة زمنية تكون معقولة، وأن لا يكون هناك هدر للزمن كما كان مع الأمم المتحدة. عذرا على المقاطعة أستاذ محمد العمراني بوخبزة، أنت محلل القناة، شكرا على حضورك.